السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي شوية اغراض. تفضل. روح نلقى. احسب لي اياهم قد ايه؟ هذه بسبعة، بسبعة هي 14، هي 2 16، وانت 8 هي 24. بدك تدفع الحساب الحين ها؟ بقول لك ابويا سجلني مع الشؤون. يا عم الدفتر اتفتح مش كله على الشؤون، عليكم 500 شيكل على الشؤون. حرام عليكم، انا دكان عندي فضي، انتوا كله على الشؤون على الشؤون. حسوا فينا انتوا برضه. والله الحال على الله، ودوبنا ماشيين حالنا، فيش عندنا اكل ولا شرب بالدار، وابويا قاعد وبنستنى بالشؤون، والشؤون حسب الله ونعم الوكيل فيهم بس. ايش ذنبي؟ كله شؤون شؤون، ما ينفعش الكلام معايا هذا. كل مرة على الشؤون على الشؤون، وش نسوي احنا؟ والله ما تحرجني يا عم. هاي بضاعتي عندي وخلص مع السلامة، كله على الشؤون شؤون، معي كذب. يا عم الله يخليك، امان الله يا عم فيش عندنا حاجة. ولا ايش ذنبي يا عم؟ فيش عندكم حاجة، هو كله على الشؤون، ما ينفعش كلامه. مع السلامة، الله يسهل عليك. الله شفق علي هالولد، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيهم هيك. طيب ايش اسوي؟ الله يقطع قلبي، بس عليهم يجي يمكن 500 شيكل دين. حسن تعال تعال. ايش يا عم؟ تعال خلص. بدي اديك كرتونة البيض والسيرج، معلش انا الدكان عندي انت عارف، هات لي الحين بحط لك في ظرف، هذول معلش خليهم، يعني انت عارف الحال. انا بدي اديهم لك عشان هذول تتسحروا فيهم تاكلوا فيهم، بس برضو انتوا لازم تطلعونا، كل الناس بدها على الشؤون على الشؤون، ايش نعمل؟ ما ضلش احنا عارف التجار بيجوا عنا ندهمش مصاري، الدكان عندي فضيت. حسبي الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب. خلاص. شكرا يا عم والله فرحت، في ولا خبز بالدار. طب كيف بتاكلوا؟ كيف عايشين؟ كيف مدبرين حياتكم؟ والله يا عم من الجيران مش حد من هنا، لا على الله. اول مره واخر مره، معلش انا مش حقدر اداين بعد هيك. هي وصلت 500 شيكل، الله اعلم كيف كنت تسدوها، ماشي؟ يلا بعين الله. أنا يلا أنا افتح، أنت ساكن في مغارة؟ يلا السلام عليكم. عليكم السلام. وين أبوك؟ والله ابويا طفش من الدنيا كلها من كتر دينه، كمان بدك دين؟ بدي منه دين، أنتوا ناس بتستحوش. قلتوا لي على الشؤون وصبرنا، والشؤون اتأجلت، وأنا وين أسوي؟ والله الراجل طلعنا من داره بسبب الشؤون، طلع وين عايشين، مش لاقيين ناكل بخراب، احنا قاعدين عايشين. الله، وانت مش صابر على ال 200 شيكل تاعونك؟ وأنا شو أسوي لك؟ وأنا أبوي عايش على الشؤون، وإحنا حالنا أسوأ منكم، فكرنا عايشين في قصر؟ بكره بدي اروح عليهم مسطول كولا وساعد ابويا خليه يخلصكم، احنا بتفكرنا منصقين على الحال هذا، خرابه عايشين. الله حس فيه، كفل فيه. حسب الله ونعم الوكيل، مش حاسين فينا ومش حاسين بالغلابه. والله انا خايف على ابوي يصير فيه حاجه، انا ابوي حدوس من كتر الدنيا عليه، الله يعلم يرجع ولا لا. وأنت ليش بتشتغل وتساعد أبوك؟ هات لي شغل انا ملاقي، كنا بدي لهم مسطول كولا عشان اسلكك وخالصه. ارحمونا يا عالم، ارحمونا، كفل اللي فينا. وأنا هرجع له كمان ساعة، وحياتنا أسوأ منكم. سلام يلا. الله يكون بعونك يا رب. شفتوش ابو حسن وين؟ شماله قال من الصبح شارد من الدار، شكله شارد عشان الديون. والله بنعرفش عنه حاجة، يلا ندور عليه، الله يكون في عونه. يلا صار وين؟ شكله انهبل الزلمه. والله شكله انهبل الزلمة. يا شباب بدنا نوزع حالنا، انتوا روحوا من هناك واحنا نروح من هنا. انتوا ثلاثة واحنا اثنين. لقيناه هيو لقيناه قاعد بلمه بلاستيك. هيو حرام يا ابو حسن حسن. ابو حسن، ايش اللي صار لك؟ ايش يسوي؟ ايش يقولوا علينا دي؟ وانت بتروح تلم بلاستيك؟
الكش عملت احنا بنسدها عنك يا جار. محدش بيحس بالهم الا صاحبه. بس احنا معايا. معايا ربنا وبس. حسب الله ونعم الوكيل على قطع الشهور. حسن لقينا ابوك. حسن لقينا ابوك ولبي بلاستيك. ايش في شيء؟ لقينا ابوك ولبي بلاستيك. من الصوت بدور على وينه؟ في الشارع. وين بالشارع كله بدي اياه الحين ضروري. علي برا على البيت. وصلت تلم بلاستيك. عدله في الدار وتخلي ابوك يلم بلاستيك. والله ما بدري فيه، هاي تو جيت اشوفه. طيب ابوك ياكل الهبه. تعال يابا تعال. انا مش روح الا لما الصرف وسد الدنيا عليا. مش قادر اعيش. مش عارف اقعد في الدار. كل ما اقعد نونه بيجي لي واحد طفل على الدار. ايش بالك ابو حسن؟ بدي الدين. فلما بلاستيك عشان سد الدنيا عليا وانت قاعده بالدار عني. والله يابا انا